يكون بالمرأة ككل. كلمة مشاركة أنا كشعب بغض النظر أنا امرأة أو رجل، أنا كشعب بدي أشارك السياسة. شو المقصود بالمشاركة؟ المشاركة السياسية هي عبارة عن عمل أو سلوك سواء كان لفظي أو عملي. هذا السلوك طبعا يقوم من خلال الفرد، ما قلت لا رجل ولا امرأة، قلت فرد، يعني ممكن يكون أحد الطرفين أن يلعب فيه دورا في الحياة السياسية للتأثير بعملية صنع القرار وهي أساس الديمقراطية. إذا أنا كفرد بغض النظر امرأة أو رجل ممكن أقوم بأي عمل أو ممكن أعبر برأي، هذا الرأي ممكن يأثر في عملية صنع القرار. هاي نسميها عملية مشاركة. هذا معنى المشاركة السياسية، إنه أنت كفرد لما تشارك بسلوكك يعني مثلا صياغة الدستور هذا يعتبر سلوك، لما أشارك أنا بصياغة الدستور. صح، في عندنا قوانين مثلا بالدستور السوري. القانون هو قانون المجتمع كله، ما بغض النظر رجل ومرأة بيطبق عليها كل شيء، بس بنلاقي هذا القانون صح موجود بالدستور بس له تحيز للرجل. مثلا قانون الجنسية بالدستور السوري، مثلا المرأة السورية ما فيها تعطي الجنسية لأولادها، فهو القانون انه السوري فيه يعطي جنسية إذا كان متزوج من غير سورية أجنبية، بس هذا القانون متحيز للرجل، ينطبق على الرجل والمرأة. صح في مساواة بالقانون بين الرجل والمرأة بس بتطبيقه لا، ما في مساواة، هون في تحيز للرجل. الرجل إذا تزوج وحدة أجنبية فيه يعطي جنسية لأولاده، بس أما المرأة إذا تجوزت واحد غير سوري ما فيها تعطي. مو بس هيك، عم يصير إشكالية السفر من ناحية التعلم، كل شيء يعني هذا فعلا بيواجه مشكلة قانونية